السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهشة شديدة دفعته إلى أن ينتفض واقفا ليرى ماذا يحدث. ده كان أبسط وصف لحال محمد علي باشا والي مصر لما شاف آلة ضرب الرز اللي اخترعها واحد من المصريين. وبتقول الكتب إنه ما كانش قادر يصدق عينيه رغم إن هو كان حاكم على بر مصر قبل 10 سنين من اختراع الآلة دي. والواقعة دي حصلت من 200 سنة، لا أكتر من 200 سنة، لأنها حصلت تحديدا في عام 1815، يعني من 208 سنة. ونتيجتها أن الوالي الكبير قرر أنه يفسح مكان المصريين خلال زمن قصير. قدر المصريين دول أن هم يكونوا شيء أشبه بلائحة شرف مصرية. يا ترى إيه حكايتها؟ واللي عارفين ببواطن الأمور بيقولوا إن المسألة ممكن تكون بدأت قبل كده. يعني مثلا إحنا ممكن نقرأ اللي كتبه المؤرخ الأمير عمر توسن حفيد محمد علي باشا عن المصريين في الجيش. هو قال: لعل المصريين من أكثر الناس صلاحية واستعدادا لكي يصيروا جنودا ممتازين، والدليل إنه كان من بين الجنود الذين قاتلوا في حمص جندي من فرسان الفرقة السبعة اسمه منصور بطرس ذراعه ولم يرضى أن ينسحب من ميدان الحرب وظل يقاتل حتى استشهد. وقال كمان إن سليمان باشا الفرنساوي كان بيستعرض إحدى الفرق، وجد بين صفوفها شاب عنده 16 سنة نحيل ضئيل اعتبره ساقط الجند، إلا أن الفتى ده هو اللي دافع عن فرقته، وكان هو أكبر من يستطيع إن هو يصمد. وفي الوقت ده تم تأسيس مجموعة من المدارس التجهيزية والابتدائية، وجم مجموعة من الإيطاليان عشان يتم إرسال أولى البعثات لإيطاليا عام 1809، ودي عقبتها بعثة تانية سنة 1813. لكن إيطاليا مش كل القصة، ظهرت فرنسا برضو، وكانت في بعثة ظهر فيها عثمان نور الدين أفندي لفرنسا سنة 1818، ولما رجع أحضر معاه بأمر الباشا كتير من الكتب الفرنسية لترجمتها. وبعدها أصبح نور الدين رئيس العمارة البحرية المصرية بدل من محرم بيك اللي كان زوج لابنة محمد علي. واتفتحت الأبواب قدام بعثات تانية، أهمها بعثة يوليا 1826 تحت الإشراف المباشر للمهندس الفرنساوي جومار. وجومار هو كان في الأصل جغرافي وأثري حسب ثقة الباشا، وكانت ليه تجربته وإسهامه الكبير في موسوعة وصف مصر اللي وضعها علماء الحملة الفرنسية على مصر، وكمان كان ليه تجربته في تأسيس الجمعية الجغرافية بباريس، وكان ليه دور في منح المستكشفين الفرنسيين الجوائز عن رحلاتهم في إفريقيا. الشخص ده اختير زي ما قال الكاتب والمؤرخ سعيد الدمرداش إن هو يكون مشرف على البعثة لفرنسا اللي ضمت 40 شاب مصري من مختلف التخصصات، وكان من بينهم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي مؤسس مدرسة الألسن، ومحمد مظهر باشا مهندس القناطر الخيرية اللي عين ناظر لمدرسة الطبية أو المدفعية، وبنى فنار الإسكندرية عند جزيرة راس التين. ودول كانوا إلى جانب الفرسان الثلاثة، أولهم حسن الإسكندراني أسد البحار اللي بقى مصري وأصبح من أشهر قادة الأسطول المصري واللي لعب دور كبير في الحرب القرم، ومصطفى مختار بيه أول وزير مصري للمعارف عام 1837، وعبدي شكري باشا اللي كان من أبرز أفراد البعثة. معنى كده إن إحنا ممكن نتوقف ونقول إن لائحة الشرف المصرية اكتملت، لكن لسه في بعض المعلومات. واحد منها إن عدد التلاميذ في المدارس قد وصل ل 9000 تلميذ عام 1830، وفي عام 1832 سافر برفقة كلود بيه الفرنسي مؤسس مدرسة الطب 12 من تلامذته المصريين لأداء الامتحان في باريس، وكانوا وبشهادة المؤرخ جورج يانغ هم الآباء الحقيقيين لمدرسة الطب المصري. ومنهم على سبيل المثال إبراهيم النبراوي اللي وصفه علي باشا مبارك بأنه أنجب الجراحين واستحق لقب رئيس الأطباء، وكان وفي الأستاذ كلود بيه فترجم كتابيه نبذة في الفلسفة الطبيعية ونبذة في أصول الطبيعة والتشريح العام.
وكمان الجراح الشهير محمد علي البقلي، أول مدير مصري لمدرسة قصر العيني، ومؤلف كتاب روضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى، وغرر النجاح في أعمال الجراح، ونشر الكلام في جراحة الأقسام. هو برضه مؤسس مجلة اليعسوب الطبية الشهيرة، واستمر عطاؤه منذ عودته من فرنسا حتى وفاته أثناء مهمة عمل، وأطلق اسمه على أحد شوارع شبرا الخيمة. وتولت البعثات بعد كده لفرنسا وإنجلترا والنمسا. وفي أواخر زمن محمد علي ورغم كل شيء خرجت بعثات جديدة، أشهرها بعثة 1844 لباريس اللي أطلق عليها اسم بعثة الأنجال. وأطلق على البعثة دي اسم بعثة الأنجال، وكانت ذهبت لباريس سنة 1844 لضمها بعض من أبناء أسرة محمد علي، منهم الخديوي إسماعيل نفسه. وكان ضمن الناس اللي في الدفعة دي برضو علي باشا مبارك مهندس النهضة المصرية. ونقدر نقول إن كل واحد من الأسماء اللي احنا حكينا عنها يحتاج كل واحد فيهم حلقة لوحده، لأن طبعا رفاعة الطهطاوي كان عالم كبير، وكذلك كان في محارب مهم جدا اسمه حسن الإسكندراني، وكذلك علي باشا مبارك. ونضيف ليهم شخصية مهمة جدا ظهرت في الزمن ده، محمود باشا الفلكي اللي حل لغز الأهرامات، وما كانش أول الحكاية، هو راح لفرنسا وسبقته أول بعثة للغرب بزمن يزيد عن 40 سنة. ومشهد أخير هنتوقف معه عند آخر شخصية اتكلمنا عنها، عند محمود باشا الفلكي، وهو بيتولى تقييم أعمال الشركة الفرنسوية، وكان بيتابع المتانة والأمان. ما كانش لوحده، كان معاه مفتش عموم وترع الوجه البحري ومهندس شوارع مصر المحروسة. أنا عايزة أقول إن كل الشخصيات اللي اتكلمنا عنها دي ما كانتش شخصيات أسطورية من عالم الخيال هبطت على بر مصر، لا دول كانوا مصريين من أولي الفضل. وعايزة أقول حاجة كمان، إن مصر تملك لائحة شرف في كل زمن، في كل زمن عندنا لائحة شرف مصرية، لكن إحنا للأسف في أسماء كتيرة بتضيع مننا وتاريخ لازم نفتكره. المرة الجاية إن شاء الله منتظراكم عشان نتذكر شخصية مصرية جميلة ومهمة. المرة الجاية، سلام عليكم.